سعيدة على كل الجمعيات والمسؤولين في المؤسسات الأهلية. نرجع تاني للمواضيع ازاي نجيب فلوس في الجمعيات. احنا ناسيين ان احنا في عالم رقمي وفي ديجيتال. طب ليه مش بنستعمله؟ طب نستعمله ازاي يجيب فلوس؟ انت عارف ان التليفون ده يجيب لك فلوس بطريقة تانية خالص. كم واحد فيكم صور توزيع كراتين؟ كم واحد صور احنا بنعمل حالة يدوية؟ كم واحد صور مؤتمر؟ كم واحد صور ندوة؟ كم واحد صور حملات تبرع بالدم؟ كم واحد صور حالة اتعملت؟ كلها تصوير فيديو، كلها تصوير اكشن، يعني حاجة حقيقية. بدل ما افضل انزل على فيسبوك وتويتر وانستجرام وفيسبوك وتويتر وانستجرام وساعدونا والحقونا واتبرعوا لنا، عملنا 2 3 ناقصنا 4 ناقصنا 5، ده مش صح اصلا وبيدي هويه مش حلوه. ليه؟ عشان انا بكره مش عارف في ايه، انا مستني دايما التبرع يجي لي، يا اما مش هعمل حاجه. احنا هنبيع حاجه تانية بقى خالص في المؤسسات والجمعيات عشان تقدر تجيب فلوس تقدر تعمل بيها تنميه حقيقيه ومجتمعيه، ما توقفش على التبرعات عشان الظروف المواتيه للبلد اصلا وللعالم كله. فانت تعمل ايه؟ ولد او بنت من المتطوعين هيتم تدريبه على عمليه التصوير الاحترافي سواء فيديو او فوتو، وهتبتدي تصور المقاطع الانسانيه، الامل، التفاؤل، التجاعيد، كبر السن، الطفوله، الطبيعه، الصباح، الاماكن الاثريه، الابداع اللي فيها، الحياه. صور ده مينيموم 5 ميجا بكسل، وارفع على ويب سايتس الانترنت مصدر دخل يقدر يجيب لك مواقع كتيرة جدا ترفع فيها وتعمل ابلود للصور بتاعتك والفيديوز بتاعتك، هتلاقي ناس بتشتريها منك وهيجي لك عائد مادي. طيب اعمله ازاي؟ هتخش على المواقع دي الاول، هتفتح اكونت تجاري فيها باسم المؤسسة او الجمعية بتاعتك، وهتربطها بحساب البنك بتاعك، وهتبتدي ترفع الصور المطلوبة اللي هم طالبينها. ايه هم اللي طالبينها؟ كل حاجة في الحياة. ليه كل حاجة في الحياة؟ لان احنا في الزمن بتاع كولكت بيكتشر، كولكت فيديو، كل الناس بتجمع عشان الاي اي بيلموا ده، عشان المشروعات الدوليه بتبقى محتاجه ده، عشان انت بتصور واقع، الواقع اقوى من الاي اي. ما تروحش مع الاي اي محتاج دايما اكل 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 عشان يفضل يكبر 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 ويديك. ده مش هيتم لو انت وانا وغيرنا ما صورناش. طب ما هي كلها بقت تصوير، طب ما تخلي التصوير يجيب فلوس. طب ما افتح على الويب سايتس دي كلها، افتح على شاتر ستوك مثلا اهو، شاتر ستوك، الولاد نزلوا صوروا. طب نرفع الكلام ده مره مع مره مع مره، هتلاقي فيه انكم جالك. ميزه العائد المالي ده ان هو عائد مالي دولاري، يبقى انت بتفيد البلد وبتفيد نفسك كمؤسسه وجمعيه عشان فرق العمله ده هيفيدك في عمليات التنميه. خلينا نفكر كده، يعني فكر في التماشي مع التطور الغير مكلف عشان احقق عمليه حقيقيه. ده هيتحقق ازاي؟ طول ما انت بتشتغل